ماريا جيليستا. هذا الاسم اللي غادي يكونوا هاد الايام شفناه كتير في الفيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وشفنا ايضا له بعض الصور مع رئيس المافيا اللي تقتل مؤخرا المانجو. الكل كيقول انها هي العشيقة السرية اللي تم تتبعها حتى تعرفوا على المكان ديالو تم القتل ديالو. اليوم غادي نفتحوا ملف اللي كيخلي علامة استفهام كبير، ملف العشيقة الغامضة لواحد من أكبر تجار المخدرات في العالم. أول حاجة خصنا نعرفوا شنو هو السبب اللي خلى جميع الناس يربطوا هذا الاسم برئيس العصابة الماتشو. اللي خلى الناس يربطوا هذا بالاسم ديال ماريا هو واحد اللافتة تلقات عند العصابة في الكوخ اللي تقتل فيه الماتشو، مكتوبة فيه ماريا جيليستا، مكتوبة في واحد اللافتة اللي غادي تشوفوها في الصورة. هذا هو اللي خلى جميع المنابر الإعلامية المكسيكية تربط هذا الاسم بأنها هي العشيقة السرية لالماتشو. وحتى الصور اللي كنشوفوا حاليا منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا صور مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ما كاين حتى شي دليل من غير ديك اللافتة هي التي تم البناء عليها بأن العشيقة ديالو هي ماريا جيليستا. وهي خرجت في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنفي كل ما هو منسوب إليها. حتى حقيقة تلك اللافتة التي تم تداولها هي فقط واحد لافتة كان كاتبها شي شخص آخر وحاطها في مواقع التواصل الاجتماعي أو في محركات البحث، وهما الصحافة المكسيكية شداتها ونسباتها الكوخ ديال الماتشو. وماشي مستبعدين انها تكون هي اللي دارت هاد البلبلة الاعلامية باش تقوم بالتسويق لراسها والاونلي فانس ديالها. الى عجبتكم هاد الحلقة ما تنساوش دير جيم كومونتير وتفاعل معنا واعطينا رأيك في الموضوع.